السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت سكان برج غدير بولاية برج بعريريج على وقع جريمة بشعة خرجت تماما عن نطاق الإنسانية والعقل. الشاب سفيان بن رحال رحمه الله تعرض لاعتداء وحشي ومروع على يد 4 من أصدقاء كان يظنهم سندا، فإذا بهم يتحولون إلى جلادين. وحسب المعطيات الأولية وشهادة أحد أقارب الضحية، فقد قام المشتبه فيهم بتجريد سفيان من ملابسه وتقييده وربطه إلى عمود كهربائي، ثم تعذيبه بطريقة صادمة ولا يمكن وصفها، بعد أن استعملوا جهاز ضغط الهواء الكمبريسور ووجهوا الخرطوم إلى أسفل ظهره، ما تسبب له في انفجار داخلي خطير وتمزق بالأمعاء والأحشاء، ليلفظ أنفاسه متأثرا بإصابته عند نقله إلى مستشفى برج بعريش. هذه الحادثة لا تليق بمجتمعنا ولا تمث لقيمنا بأي صلة. فتحت الباب أمام أسئلة موجعة: كيف يتحول الأصحاب إلى أدوات تعذيب؟ وكيف يمكن لشباب من المفترض أنهم أبناء بيئة واحدة أن يقدموا على فعل بهذه الدرجة من البشاعة؟ طبعا الأخبار اللي وردتنا أنه فرقة الدرك الوطني قد ألقت القبض على المشتبه فيهم جميعا. طبعا ندعو الرحمة لسفيان، وربي يغفر له ويرحمه، وأن ينتقم الله ممن غدر به وعذبه. طبعا الجهات الأمنية فتحت تحقيقا معمقا لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين دون استثناء. تبقى العدالة وحدها القادرة على تضميد جراح عائلته وعلى يعني وضع حد لمثل هذه السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا. ربي يرحمه إن شاء الله يا ربي، ربي صبر أهله وذويه. إنا لله وإنا إليه راجعون.